الآن نتكلم على البدء الإضافي. البدء الإضافي الله يسلمكم كما تكلمت منذ قليل، أن يبدأ الإنسان المقطع قرآني قد سبقه وقف، لكن يبدأ بكلام جديد، بكلام مستقل عن الجملة التي قبله، لا من حيث المعنى ولا من حيث الإعراب. يعني مثلا عندنا في سورة هود مثلا كما سيأتي معنا في اللوحة قوله تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. أفلا تذكرون. ثم قال الله: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. ولقد أرسلنا، ما علاقة ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه مع أفلا تذكرون؟ من حيث الإعراب ما في تعلق، من حيث المعنى كلام موضوع جديد يتكلم عن قصة سيدنا نوح مع قومه. فلما يقف الإنسان أفلا تذكرون ثم يبدأ ولقد أرسلنا، هذا البدء هذا بدء إضافي، لأنه وقف قبله أفلا تذكرون، فهو بدء سبقه وقف، لكنه بدأ بكلام جديد متكامل تام في المعنى، لا تعلق له بما قبله لا من حيث المعنى ولا من حيث الإعراب. هذا بدء تام، بدء تام إضافي لأنه سبقه وقف. لو لم يسبقه وقف لكان بدء حقيقي، وكلاهما تام. وضح الله يسلمكم؟ نعم. نأخذ تعريف البدء التام كما نرى على اللوحة. البدء التام هو البدء بكلمة قرآنية ليس بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ولا معنوي، نحو قوله تعالى في سورة هود: أفلا تذكرون. ثم قال الله: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه كلام جديد كما ذكرنا، فالبدء بولقد بدء تام، وهو إضافي لأنه تقدمه وقف، فلو كان لم يتقدمه شيء فهو بدء حقيقي. أيضا نلاحظ على اللوحة هذا التنبيه، تنبيه: في أول كل سورة من سور القرآن الكريم بدء حقيقي جائز تام. في أول كل سورة من سور القرآن الكريم بدء حقيقي جائز تام. طبعا من باب أولى أن يكون بدء إضافي. إذا كان بدء حقيقي فممكن يكون بدء إضافي لو قرأ الإنسان سورة قبل السورة التي يريد أن يبدأ بها. يعني لو وقف على آخر سورة وبدأ بالتي تليها يصبح البدء الحقيقي بدء إضافي، ولكنه يبقى بدءا تاما، فلينتبه إلى ذلك.